كنت مزنوق زنقة الكلاب عشان امتحانات الحقوق، ومحتاج ملازم عبد العزيز. كلمني وقال لي تعالى ما بين 9 و10، ووصف لي الشارع اللي فاتح بسوبر ماركت في أوله. وصلت 10 بالليل. الشارع هادي بطريقة مرعبة، ومفيش سوبر ماركت أصلا. وقفت في نص الشارع وصرخت: يا عبد العزيز، أنا فرغالي! فجأة شباك في الدور التالت اتفتح. بنت قمر طلعت تبص. قالت لي انت صاحب عبد العزيز؟ قلت لها انا صاحب عبد العزيز. عملت لي بايديها اطلع. طلعت عند الشقتين، الباب فتح. نفس البنت قالت لي اتفضل لحد ما يجي. دخلت لقيت النتيجة سنة 1935، والأتاري القديم شغال، ولد صغير بيلعب عليه. الريحة غريبة والأساس قديم كأنه من 50 سنة. قعدت في الصالون، جابت لي شاي. سألتها هو عبد العزيز هيتأخر؟ ضحكت. فجأة صوت راجل من المطبخ بيزعل: الحيطة مش عايزة توصل كهرباء، المطبخ مش عايز يولع. سألتها هو بيولع ايه؟ قالت لي الشقة المفروض تولع 9:30. بصيت للساعة واقفة على 9:30. قلت لها دلوقتي 10. اتخضت وصرخت يا نهار أبيض، عدى ميعاد الحريقة. سمعنا الكهربائي يزعق الحريقة هتتأخر، المطبخ مش بيولع. النور هز وطفى، ريحة دخان، صوت صريخ. قمت أجري وأنا بزعق يا ولاد المجنونة، انتوا بتولعوا بجد. فتحت باب الشقة أجري، لقيت راجل واقف مع طفلين. قلت له الحقني، الشقة ولعت. الراجل بصلي باستغراب وقال دخلت الشقة دي ازاي؟ بصيت جوه الشقة كلها محروقة، تراب، عنكبوت، وآثاث متفحم. مفيش ولا أثر للبنت ولا الطفل ولا الكهربائي. الراجل قال لي من 10 سنين الشقة دي ولعت بالساعة 9:30. شاهندة وأخوها وأمهم ماتوا فيها. قلت ده اللي أنا شفته، شاهندة كانت بتكلمني دلوقتي. فجأة خبط على الباب. فتح الراجل، طلعت شاهندة. قالت له الساعة عدت 10، ميعادكم جه. الراجل ينادي على مراته يلا يا تفيدة نولع في الشقة. أولاده بيهتفوا هنولع هنولع، والشقة من جوه النور بيولع تاني، صوت لهب عالي. أنا جريت زي المجنون على السلم، نزلت الشارع بتنهج. لقيت أبو عزيز في البلكونة. قال لي اتأخرت ليه؟ قلت له سلم لي على أبوك وقول له أشوفه في أقرب حريقة إن شاء الله. ووقعت مغشي عليه.